شوفوا صاحب الدباب الاهبل هذا اللي قام يحرش سياره شرطه، وهي بعدها حاولت تلحقه، لكن شوفوا ايش صار في صاحب الدباب في النهايه. وهذا لانه ببدايه اللقطه صاحب الدباب شاف سياره الشرطه هذه، فقرر انه يسوي حركه جدا غبيه، واللي هي ياخذ هذه اللصقه اللي لاصقه على دبابه ويلصقها على سياره الشرطه. وشوفوا الموقف البايخ اللي صار في النهايه. النهاية دباب الرجال عيا يشتغل، ولهذا السبب ساب الدباب وركب مع صاحب دباب ثاني وهربوا. اقسم بالله اغبى من كذا حرفيا ما شفت. وشوفوا هذا الولد اللي عنده موهبة انا صراحة اول مرة اشوفها موجودة في اي طفل، هو انه يقدر يقلد ونان الشرطة، والنتيجة لذلك صار يجيب معاه مكبر صوت ويطلع على الشارع ويمقلب الشعب. شوفوا ولعله الولد تمادى شويتين لانه كمل يعيد نفس هذه المقالب بالشعب بمكبر الصوت، وفي النهايه الدنيا دارت وانطبق. يلا خيره لعله يتعلم درس الحين. ليه تفحط؟ ليه؟ اصبر ليه تفحط؟ ليه تفحط؟ هذا رقم اللوحه. ليه تفحط؟ والله العظيم تفحط بجيب انت صاحي؟ والله العظيم. مو الرجال صادق بالله احد يفحط بجيب؟ اللي نعرفوه انه الواحد يفحط بكامري كدنزا ولا جاب لكزس اذا حسيت انك شطحت. مو طبيعي ابوك بيقتلك لو عرف انك فحطت بهذه السياره، استغفر الله العظيم. لكن شوفوا هذا الشخص اللي فعلا مشى على كلامي وفحط بكامري وقفطوا هذا المصور. وازيدكم من شعر بيت دق على ابوه وتفضلوا شوفوا الموقف البايخ اللي انحط فيه الولد قدام ابوه. هذا ابوك كلمته الا مفحط، انا ابوك جاي دقيت عليه قال عاد تفاهم مع ابوك. ما شاء الله عليك يعطيك العافيه. نعم والله فحط. ها لين بنشد؟ ما فحط. لا قالوا لي شافوك. كذوب هذا يا رجل ما فحط. امشي والله ما فحط. جيب السياره بالله. والله ما فحط. سامي الغالي توصلني بس المحطه اللي قدام. اركب. غريبه يا رجال وقف لي. نسوي خير. طيب هذا من ذلك والله ما وقفت. عدلوا اني بدالك والله ما وقفت. وبوف من قوة الصدمة حتى اللي وقف له وقف هو بنفسه، يعني بالنهاية بجيح، وفوقها خرب على نفسه المشوار البلوشي. خليه والله انه يستاهل. وشوفوا اصحاب الدبابات هذولي اللي كانوا بيمشوا من تجمع السيارات والدبابات هذا اللي كانوا فيه، لكن من بين المساحة الواسعة والشاسعة هذه وهم طالعين كل واحد قبع على الثاني. وشوفوا هذا الشرطي اللي حاول انه يوقف سواق التريلا هذه، لكن سواق التريلا طنشه وكمل يسوق، وما شاء الله عليه وصل للخط السريع، والشرطي لسه متشبك بباب التريلا. сотрудник находится на пороге. Нашу машину ударил, повредил. ايش الشرطي الحمار هذا؟ يا ابوي طلع المسدس، طخ الكفر، طخ الشباك، سوي شيء. ولا قاعد يضرب الباب على اساس انه سواق التريلا بيوقف، لكن الحمد لله اللي كان يصور كان فيه خير وراح لقدام الشاحنة ووقفها. وقبل ما انتقل للموضوع اللي بعده، حاب انوه انه 79% من الناس اللي يتفرجوا مقاطعي مو مشتركين في القناه، فاذا انت وصلت لهذه الثانيه في المقطع فمعناته انه الفيديو الى الان عاجبك، فعشان كذا اضغط زر الاشتراك وخلونا كلنا مع بعض نحاول ننقص من النسبه هذه. وعلى حسب مقاله عشوائيه لقيتها بالانترنت، هذول هم اقبح 4 سيارات اتصنعت على مر التاريخ. اول واحده عندنا هي البونتياك ازتك، واللي هذه يمكن انها تكون اسوأ سياره صنعتها جنرال موتورز في حياتها. الفكره منها كانت انها تكون سياره مغامرات شبابيه، يعني تتناسب مع كل التضاريس، لكن المشكله في تصميمها، لانه شكلها زي لو الشيفروليه بليزر تزوجت مركبه فضائيه وخلفوا وراهم هذه السياره، ومبيعاتها ايضا انهارت. ومعلومه جانبيه، نفس الرجل اللي ساعد في تصميم الكورفت السي 7 والسي 6 هو نفس الشخص اللي ساعد في تصميم هذه البونتياك ازتك. يا شيخ انا امنت بالله انه كان سكران لما صمم هذه السياره. وبعدها عندنا الكرايزلر براولر، واللي هي على الورق كانت السياره مثاليه لعشاق الهوت رود، مع تصميمها الريترو وكفرات قدام مكشوفه وشكلها كان يجنن، والمتوقع انه كان بينزل عليها ماكينه 8 سلندر وجير عادي. بس لما نزلت وفتحت الكبوت هتلاقي ماكينه V6 ضعيفه مع جير اوتوماتيك، لا 8 سلندر
ولا قر عادي، يعني ادائها ما كان يساعد تكون سياره رياضيه هوت رود، وشكلها برضه ما كان يساعد، بس شكل بدون اي عضلات. واليوم الكل صار يذكرها كاكبر فرصه ضايعه في عالم السيارات. والرينو افنتايم انا اسميها السياره الامراه، لانها ما كانت عارفه اساسا هي ايش تبغى تكون، شويه كوبي، شويه فان، شويه سياره كونسبت، شويه سياره رياضيه، والنتيجه هذا الشكل والتصميم الغريب. وبالعالم باعوا اقل من 9000 حبه قبل ما رينو تقول خلاص، ومن وقتها صارت من اغرب السيارات اللي فشلت في التاريخ. وبالاخير عندنا المتسوكا اوروتشي، وكانت المفروض تكون سوبر كار ازياء، لكن شكلها زي سوبر كار قعدت تحت الشمس لفتره طويله وذابت، وداخلها كان محرك تويوتا V6 3.3 لتر، ايوه بس كذا، ولا كان في اي شيء خارق فيها. وعشاق السيارات كرهوها، والصحافه ذبحتها، وصارت مشهوره كابشع سياره في تاريخ اليابان. جيبوا لي شخص واحد كان يعرفها قبل ما انا جبت طريها، بالضبط ما حد يعرفها ولا احد درى عنها، لذي الدرجه كانت مكروهه. وشوفوا هذا السباق اللي صار بين BMW M5 وفورد F150 معدل تعديل ابن كلب. M3 M5 معدل اقوى تعديل في العالم. شوفوا الجيم اللي بيجي. يا ساتر يا ساتر سريع مره يا الله. يا حبيبي انت عينك حاره، قول ما شاء الله اذكر الله. بس دقيقه، انتوا شفتوا اللي انا شفته في بدايه القومه؟ الكلام هذا بيكون موجه لصاحب الفورد F150 والبي ام دبليو، يعني ساهر كان قدامك بكبر راسك حرفيا، ما كنت تقدر تصبر 5 ثواني عشان تدوس، استغفر الله. لكن شوفوا هذا الجيم اللي صار بين GTR وكراسيدا، فرق عمر بينهم 40 سنه يا رجل، مع ذلك الكراسيدا راحت على GTR ما شاء الله. شوفوا وهذا واحد عنده فراري SF90، وشوفوا المسكين ايش صار له. وفي بعض الدول في اوروبا عندهم هذه النوعيه من السطحات اللي لو وقفتك كانت غلط، اول شيء بيرفعوا السياره ويحطوها فوق هذه السطحه. وهذا الحمار كان زعلان انه سيارته تسطحت، وعشان كذا سوى الحركه هذه وحاول انه يطلعها. يعني انا ما ادري انتوا شايفين المسافه ما بين السياره والزفلت؟ شايفينها ولا لا؟ يعني نفترض انك قدرت تشيل السياره، ابو اللي 100% بتعدمها وحتدفع قيمه اكثر في التصليح من لو دفعت مخالفه المواقف. اقسم بالله بعض الناس تحس انه الاي كيو عنده بالسالب يا رجال. وشوفوا هذا الشرطي اللي برايي الشخصي يستحق لقب اكثر شرطي مروق لسنه 2025، هذا لانه صاحب الجي تي ار هذا كان ياخذ صور لسيارته، وهذا لين شافوا هذا الشرطي وراح الين عنده. لكن شوفوا بالنهايه الشرطي ايش قال له. Just taking a couple pictures. Can I? That would be insane. Can I have him up here right in front of you? Yeah. All right, cool. Thank you, man. It doesn't get better than this. It doesn't get better than this. That shit is gnarly, bro. وبس حقيقي شكرا على المشاهدة، واذا ما اكتفيت بهذا القدر من المقاطع تقدر تضغط على هذا الفيديو اللي ظاهر على الشاشة وتستمتع اكثر. وبس سلامتكم.